السلام عليكم، كل عام وانتم طيبين. كلنا لنا اصحاب ولنا زمايل ولنا اصدقاء، كل حاجه بينهم وبين التانيه تختلف. صاحبك، زميلك، اخوك، عشره عمرك، حاجات زي كده وارد ان انت يبقى لك كل دول، بس مش معنى كده ان كلهم اصحابك. في فرق بين الزماله، وفي فرق بين الصاحب، وفي فرق بين الصديق، وفي فرق بين الاخ. في كلتا الحالات وفي كلتا الاربع حالات ولا الخمسه زي ما يكونوا، اوعى العشم ياخدك مع حد فيهم، لان في يوم من الايام ممكن تبقى انت مع صاحبك او زميلك او صديقك ده او اخوك زي ما انت بتقول وعشره عمرك، تقع معاه في حاجه ويعايرك بيها. مش ملهاش دعوه بقى انت عملت ايه ما عملتش ايه، المحصله في الاخر بتتساوى انها صفر. كل حاجه بتتنسي وما فيش حاجه حد بيفتكرها الا اخر موقف انت عملته حلو ووحش، وبالذات لو كان وحش بيحوش كل اللي قدامه. هو جميل جدا مبدئيا ان انت تساعد اي حد باللي انت تقدر عليه، مش شرط فلوس، مش شرط اي حاجه، حتى لو بكلمه او بضحكه زي ما بيقولوا او جبر خاطر اي حد، دي بالدنيا بحل. في بعض الناس اللي بتقدر تشتغل في حاجات كتير قوي وتعرف تعمل ايه، فبتعرف توظفها صح، وفي ناس بتساعد لمجرد المساعده. طيب هو انت لما تساعد حد في حاجه هو مش عارفها كده غلط؟ بقى بمعايير الناس دلوقتي انت غلط. بينقال لك انت اتدخلت في دور مش بتاعك ليه؟ بينطلب منك، هو انطلب من حضرتك تخش تساعد في الحته الفلانيه، انت بتخش تساعد عشان تتفرد على الناس. بقت المعايير كده دلوقتي، مش ان مصلحه بتخلص بتتحسب ان انت بتخش ترسم على فلان، بترسم على علان، بتعمل اي حاجه عشان يبقى ان انت كويس. ما بتنحسبش كده مع الناس اللي بتفهم، بتنحسب ان انت تقدر تعمل الحاجه الفلانيه فخلاص دخلت عملتها. ما بتنتقصش من حد. انا مش عيب ان انت تسال في اي معلومه انت مش عارفها، انا شايف ان ده مش عيب. ما بينتقصش من حد على فكره، ومش عيب ان انت تساعد اي حد باي حاجه، برضه انا مش شايف ان ده بينتقص من اي حد. بس كون بقى ان كل ده يتساوي في المحصله في الاخر بصفار، فانا شايف ان ده في الايام اللي احنا فيها دي عادي. وانت شغال في اي حته بلاش عشان ياخدك مع الناس اللي شغال معاهم. حط معايير معينه. ما حدش فينا مثالي، لا انا مثالي ولا انت مثالي ولا اي حد مثالي. كلنا فينا وعلينا، كلنا بنغلط وكلنا ساعات بنبقى كويسين، عشان ما حدش يقول لك ده انا كويس وحد وحش. وارد ان الواحد يغلط، وارد انه يتغلط معاه، بس الفكره بقى بيبقى في حاجات قبل كده قديمه ممكن تغفر لك او ما تغفرش لك. الفكره كلها ان انت ما تندمجش مع مجتمع في الاول وفي الاخر مش المجتمع بتاعك، هي فتره زمنيه وليكن انت في شغلك اكتر من اللازم. في ناس ماشيه مصلحتها ثم مصلحتها وخلاص. في ناس ماشيه ان انت طول ما انت معاها حلو فانت حاببها، واول غلطه تعملها لها ردموا على كل اللي حصل. تخيل ان انت ممكن توصل في مرحله ان انت حد يقول لك انت ايه اللي جايبك هنا؟ توصل في مرحله ان انت مثلا تتعاير بحاجه تافهه. كل ده اعرفه لنفسك وما تزعلش منه. اديك بتعمل فلتره للناس. ممكن تكون الناس كنت عايش معاها بقالك كتير ومخموم فيها، بس بعض المواقف ظهرتك ليهم ظهرتك ليهم وظهرتهم لك. عادي، كل واحد بيحكم من منظوره. ممكن يكون انت صح وهم غلط، ممكن يكون هم غلط وانت صح. انا شايف كده، بس بقت المعايير حالا بتتقاس غلط. بتتقاس انت هتفيدني في ايه؟ طول ما انت جدع معايا فانت حبايب، طول ما انت قلت معايا في موقف خلاص ربنا قصك خالص. هي دي بقت المعايير. لو انت شغال في مكان، نصيحه لوجه الله ما تعملش اي حاجه لما تطلب منك، عشان في الاول وفي الاخر محصله اللي انت عملته صفر. هتقول يا عم طب انا اعرفهم، ما هو ما انطلبش منك، ما هو شغلك. لما بتعمل حاجه مش بتاعتك بقت فرض عليك ان انت تعملها بعد كده. بيزعلوا لو انت ما عملتهاش، بقى حق مكتسب. لكل فعل رد فعل زي ما بيقولوا. انت كويس معايا هبقى كويس معايا، احنا اتفقنا ان احنا بشر، انت وحش معايا هبقى وحش معاك. ما تندلقش قوي مع الناس.